السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مراحب، ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الناس الحلوة دي؟ الاهلي خد الدوري وهو نايم. الاهلي خد الدوري ال 43 وهو نايم. طب ليه يا جدعان؟ ليه يا سيراميكا تغلبوا بيراميدز؟ ليه؟ احنا مستنيين يوم الخميس عشان نلاعب الزمالك ونتوج بالدوري. تجيبوه لنا واحنا نايمين كده في البيت؟ انا انام ساعتين اصحى الاقي الاهلي واخد الدوري. طب ينفع الكلام ده يا جدعان؟ مبروك يا اهلي، ومبروك يا جمهور الاهلي، مبروك يا شعب الاهلي. فوز بالدوري. الدوري 43 خلاص كده رسميا بقى في الجزيره. مبروك علينا الدوري ال 43. طب النهارده يا جماعه احنا جايين نتكلم في شويه مواضيع كده اهو. طلع على السوشيال ميديا امام عاشور، ايقاف شيكابالا، هروب الاسماعيلي من الهبوط، غرامه الو ديانج. ايه القصه وايه الحكايه وايه الروايه؟ امام عاشور. امام عاشور رسميا في النادي الاهلي. في ناس بقى بتلعب على عقول الجماهير. القناه المنافسه، في واحد كده اهو طالع عمال يتنطط في المبادئ في القيم، ده شتم ده عمل. انت مالكش دعوه. انت مالكش دعوه. دي حاجه ما تخصكش، دي حاجه تخص الاهلي بجمهوره بادارته. انت مالكش دعوه، ما تتكلمش فيها. خليك في فريقك. خليك في فريقك. فاهمني انت صح؟ عارف انا بتكلم عليك. ماشي، ما علينا. امام عاشور جه الاهلي بإرادة اللاعب، بموافقة إدارة النادي. كولر عايزه. كولر عايزه. أنا كواحد من الجمهور مش عايزه. إن هو يعني هو بقى لاعب في الأهلي فمش هنعرف نتكلم عليه خلاص. لكن هو كمطلوب من مدير فني نوفي احتياجاته. ما عندناش مشكلة. وربنا يوفقه ويعتمد كده نص ملعب زيادة معانا. ما علينا. طيب الموضوع التاني، غرامة الو ديانج. الو ديانج عليه 250 الف دولار للوكيل بتاعه. كده كده الموضوع ده سهل وهيتحل. دول 250، انتوا فاهمين يا جماعه الاهلي ما بيقفش على 250 والكلام الفارغ ده. اللي جايب كهرباء وعليه 2 و400 هيبص ال 250. الو ديانج هيدفعهم، هيجي له اعلان هيدفعهم. الموضوع سهل، لا هيقف 6 شهور ولا حاجه. ودلوقتي الاعلامي احمد شوبير قال لك الموضوع محلول، مفيش ايقاف ولا حاجه. هبوط الاسماعيلي النهارده في السويس كانت بالنسبه لماتش الاسماعيلي حياه او موت مع الداخليه. تحيه للاسماعيلي وجماهيره اللي جت. وان كان عملت خراب في السويس. انا من السويس وبقول لكم حاجات انا شفتها على عينك، قدام عيني. فاهمني؟ هو شويه شغب بسيط، بس ايه يعني، ما كانش ليه لازمه. انت فريقك كسبان وعديت ونجدت باعجوبه. انت نجدت، فريق الاسماعيلي نجا باعجوبه ان الماتش ده بالنسبه له كان حياه او موت. الحمد لله اهو مسيرنا للعبك تاني. وما تنسوش برضك الاهلي خد الدوري وهو ما بيلعبش في الاسماعيلي، ما بيلعبش في الاسماعيليه. الاهلي فين؟ الاهلي خد الدوري، خد افريقيا وما بيلعبش في اسماعيليه. الكلمه اللي احنا ماسكينها لبعض دي. انت ما بتلعبش في الاسماعيلي، انت ما بتلعبش في اسماعيليه. اديك يا عم خدت، نجيت، كنت نازل درجه تانية. وان كان برضك كان معظم الناس هتبقى فرحانه لو نزلت درجه تانية. غرامه شيكابالا. شيكابالا متغرم ب1.5 مليون دولار او يورو على ما اعتقد. وقف القيد موسمين. مبادئ. الناس اللي هربانه ورجعت، اللي بتهرب من الانديه وبترجع. اديك انت اهو دلوقتي بتدوق الذل. هتقف موسمين وانت ما عندكش لعيبه، هتعمل ايه؟ هتجيب منين؟ ربنا يتولاك. انت لا عندك رئيس نادي ولا عندك فلوس ولا عندك لعيبه، واللعيبه بتطفش منك. ربنا يتولاك. ملناش دعوه. ملناش دعوه، احنا نقابلك بس يوم الخميس نحفل. عشان احنا وحشنا التحفيل بقالنا كتير. انت مش عايز تعمل ممر شرفي؟ ما تعملش. وانت فاكر الممر الشرفي هو واقف عليك انت؟ لا يا حبيبي. الاهلي وراه جمهور. ما يعملوش ممر شرفي، ده يعمل له كتيبه ممرات.
كتيبه يخرج من الممر ده يخش في الممر ده، كتيبه. الاهلي وراه شعب مش وراه جمهور، الاهلي وراه شعب. واللي مش مصدقني يخش في احتفالات السويس على قناه انا يوميات محمد مجدي، اتفرج على الزفه بتاعت احتفالات افريقيا. حاجه ما شاء الله. عشان الناس اللي بتقول لك السويس كلها زملكاويه، لا، مفيش منه الكلام ده. الاهلي وراه شعب، الاهلي وراه شعب. وكده يبقى الحمد لله صلاح محسن عودا حميدا. عايزينك بقى وتد في الهجوم، ما تبخلش بنقطة عرق. البساط الشوكة والسكينة ملهاش لازمة، انت بتلعب في فريق كبير بيلعب على كل البطولات. فاحنا محتاجين مهاجم صريح، مهاجم قوي، محطة. ده اللي احنا محتاجينه منك. عايزين مهاجم صريح قوي محطة، مش شوكة وسكينة. مبروك عودتك للنادي الأهلي. إمام عاشور رسميا في النادي الأهلي. إيقاف القيد عن الزمالك رسميا. تغريم ألو ديانج 250 ألف دولار، والموضوع إن شاء الله يتحل ببساطة كده وبسهولة. وكهربا إن شاء الله بردك موضوعه خلاص على وشك الانتهاء منه. خسارة بيراميدز على قد ما هي فرحتني، على قد ما هي الحمد لله. كنا عايزين ناخد الدوري قدام الزمالك عشان نعرف انتوا مين واحنا مين. بس احنا كده كده واثقين من نفسنا. موسمين خدتوهم كده هباء. مش عايزين نتكلم بقى على التحكيم والمجاملات. نشوفكم في فيديو جديد يوم الخميس الجاي. ما تنسوش الدعم باللايك والشير. ولو حد يتوقع نتيجة الزمالك والأهلي يكتب لي في الكومنتات. محتاجين نشوف الكومنتات سواء أهلاوي أو زملكاوي مين اللي يكسب. مش هننسى تاني مرة يوميات محمد مجدي. دعم، لايك وشير. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.